عندي باذنجان هنا انا سويت قبل فترة مقدوس، سويته ما شاء الله 3 أيام 4 خلص. فهذا يعني ما طلعت لكم شلون سلكته، لو هاي بعد عادي يعني مثل اول مرة شلون سلكته. بقى 15 دقيقة حوالي على النار بالسلق، وبعدين بردته. وبعدين هسه انا ما شلعت عنوقة اول مرة بالبداية، هسه شلع عنوقة وفتحة فتحة بسيطة يعني هيجي هاي الطريقة هيجي. واخليه بس اعلمكم طريقة مال الكبس اسهل يعني شلون اكبسه. هو انا يعني ردت له سطل هيك مال ايس كريم، لان الزغار احسن ينكبس بيه يعني قبل لا يتحشى، يظل يوم او يوم ونص مثل، يومين عادي بعد احسن. بس ما لقيت سطل عندي. بعد ما اقطعه كله املحه. أنا سويت يعني لقينا عند العربي مسوي عليه تخفيضات، رجل بنتي راح البارحة فقلت له جيبه كله. سويت من عنده اليوم محشي هيك يعني بس باذنجان مثل المرقة سويتها، مو مثل الدولمة، لا سويت من عندها جذر حشيتها بلحم، تمن اسمر سويت وياه بالحشو، وهذا الباقي سويته سلقته. واكو قسم من عندها مخليته للريوق الصبح، لان هذا الزغار ما يشرب دهن هواي، الكبار ياخذ دهن هواي بالقلب. اخلصه كله واراويكم الطريقة السهلة للكبس إله. هو صح يعني بمراحل بس طيب يعني النتيجة مالته حلوة وأطيب من أطيب من الجاهز مال البيت بصورة عامة. يعني أي شي تسوونه بالبيت أطيب من الشي الجاهز. من بعد ما خلصته كله قطعت العنب مالته أرجعه بالجدر هنا وراح الكبسة بهاي الطاسة. هو إذا لو سطل واحد عنده أحسن بعد، بس أنا قلت لكم ما حصلت على السطل، أبقى أحشي قصدي أملحه. أنا أستعمل كل هذا الملح، ما أستعمل الملح العادي، أملحه كله بهاي الطريقة أملحه. بس ما أذبه هيك يعني راح أصفطه، بس خليني أقص لي كم وحدة حتى أصفط القاط الأول. يعني هو بفتحة بسيطة يعني، ذيك المرة شوية يعني حسيت بيه يعني ناقص ملح شوية شوية، بعدين ضفت عليه. يعني يحاول واحد يدخل الملح ببطنه بهذا الشكل، ومذب عليه شوية فوق. أصفطه تصفيط كلش خليه حتى ياخذ يعني مسافة، وبعدين ينكبس هو، نطلع المي ماله كله تصفيط معدل.
القاط الثاني. الصندوق إلا شوية هذا، هو من يتفور يقل شوية يعني يذبل شوي، شوفونه شوية بس هو يصير رحمة. القاط الثالث. القاط الرابع سويته 4 طوابق صارت، خير من الله. شنو ساكتة شنو؟ فيتي يا طاسة هذا صار باقي 6 قياس. لكم شلون نسوي. كانت وحدة سورية تسوي فوق السطح الذبة بسوريا، مصطفى جارتنا، تسوي وتخليه فوق السطح على الشمس. هناك الشمس يعني حلوة موت هنا، سطوحهم مثل مال العراق. خليه فوق السطح، الشر الفلفل فوق، الشر الباذنجان، الشر سطح هم مفيد حلو. شر هدوم واحد بيه فوق كليش. ايام زمان الله يرحم ايام زمان. من بعد ما خلصته سويته 4 طوابق. هذا كمل. اسوي له هسه اجيب له معون شطح بقده، اوكي، انه احطه على الشيشة، او اجيب جدر هيك صغير على قده يكون يصير ببطن هذا الجدر. الجدر مثلا عندكم طاسة، عندكم اي شيء يعني احط عليه. بعدين اجيب الجدر هذا بكل واقلبه عليه، وبعدين اقلب على قولتهم مضروب الحلة مالتي، اقلبه بهذا الشكل، اقلبه بهذا الشكل، اوسط الجدر. شو اسوي له هسه؟ اخلي عليه ثقل هنا، اخلي عليه ثقل، اخلي هذا الجدر واضح، خليت عليه هذا الجدر يعني خليته هو ينقط. هسه راح اوضح لكم وظل يصب على كذا هسه بعدين، لان هم نشف. هو انا من غسلته ما بسرعه يعني قصقصته، والله تملته بالغدا، والله تملته بردته وخليته على صفحه. ما صار عندي مجال قصقصته وملحته وهسه سويته. نشوف منه، انتظر منه الباكر او عقبه حسب. هذا اليوم الثاني شلون ذب الماي ماله، ذب الماي ماله. نروح لهاي الصفحة، وبعد هم راح اخليه اليوم يعني الصبح احنا عندنا راح اخليه لحد العصر. يلا احضر موادي. ما ظل عندي يومين وخرته هيجي صار. هسه راح اكمل الحشو مالته. ناطر الفلفل
صفيته كلش. هاي دقيت الجوز هيجي هو بالكيس بعد قبل لا اكسره. حط عليه عندي نص خاشوقه مال لمندوزي وملح. حط عليه الحشو خلطه. شيتي كم شيشه صارت؟ يعني كبار، وسط، اثنين صغار. هاي عنا صارت بيت عباس وبيت احمد وبيت ايمان والباقي كلهم.